ازاي ممكن نعرف اذا كانت جودة كاميرا الموبايل حلوة ولا لا؟ من جودة الالوان او جودة التصوير في الاماكن الضلمة او السوفت وير والفيتشرز الموجودة فيه. لكن من اهم الحاجات اللي بتحدد لنا جودة الكاميرا هي جودة تصوير الفيديو. علشان كده عاملين لكم النهارده استعراض للكاميرا الامامية تليفون اوبو اف 1 اس متصور بالكاميرا الامامية تليفون اوبو اف 1 اس. خليكم معانا. بطل السيلفي او سيلفي اكسبرت ده كان شعار شركه اوبو في الترويج للموبايل اوبو اف 1 اس، وده علشان هو بيجي بدقه عاليه جدا في الكاميرا الاماميه وهي 16 ميجا بكسل. كمان بيجي بفتحه عدسه 2، وده بيتيح لك ان انت تصور صور جودتها عاليه جدا في الاضاءه المنخفضه. بما اننا بنصور الفيديو النهارده بكاميرا تليفون اوبو اف 1 اس الاماميه، خلونا نبدا بالكاميرا الاماميه في وضع الفيديو. اول حاجه بنلاحظها في وضع الفيديو ان هو بسيط جدا واستخدامه سهل جدا، عباره عن زرارين بس. اول زرار هو بنتحكم فيه اذا كنا مشغلين الكاميرا الاماميه ولا الكاميرا الخلفيه، وتاني زرار بنتحكم فيه في دقه الفيديو انها تكون اتش دي او فول اتش دي 1080. وكسامبل على التصوير اللي احنا مصورينه النهارده، الفيديو كله متصور بجوده فول اتش دي 1080. لو جينا نلاحظ برضه هنلاقي ان الفيديو اللي طالع من الكاميرا الاماميه درجه الوانه حلوه جدا، كمان الجوده بتاعته كويسه جدا. وزي ما احنا متعودين نقدر نتحكم في درجه سطوعه او البرايتنس بتاعته عن طريق ان احنا ندوس على الشاشه وبعد كده ننزل بيها تحت او نطلع بيها فوق. تاني وضع في اوضاع تصوير الفيديو هو وضع التايم لابس، وده ازاي بنستخدمه ان احنا نصور بيه حاجه بالسرعه العاديه بتاعتها او السرعه البطيئه كمان، وبعد كده اوتوماتيك التليفون بيزود سرعتها لاضعاف جامده جدا، فبيخلي الشكل اللي طالع للحاجه شكلها كويس جدا. اول حاجه هنلاحظها لما نيجي نشغل الكاميرا الاماميه في وضع التصوير، هنلاقي ان احنا عندنا هنا سكرين فلاش نقدر ان احنا نوقفه او ان احنا نفعله، وده بيحل محل الفلاش العادي. لو جينا نصور كده هنلاقي ان الشاشه بتطلع نور معين فبتعوض الاضاءه المنخفضه الموجوده في المكان. تاني حاجه ان احنا هنلاقي قائمه اعدادات مصغره موجوده هنا بنتحكم فيها من كذا حاجه. اول حاجه ان احنا ازاي الموبايل بيصور، هل نورمال عن طريق ان احنا ندوس على الشاتر بutton ولا بالتاتش ولا بالصوت ولا بالبالم. خلونا نختار البالم. وتاني حاجه نختارها ان احنا نتحكم في التايمر او الوقت اللي احنا بنستغرقه علشان نستعد للصوره، 3 ثواني او 5 او 8. فهنختار بالم ونختار 3 ثواني ونصور عن طريق البالم، فبنلاقي ان هو بيعد 3 ثواني لحد ما احنا نستعد وبعد كده بيصور الصوره. تالت حاجه في الاعدادات هي ان احنا بنتحكم في حجم الصوره، سواء الحجم الستاندرد اللي احنا عليه دلوقتي او ريكتانجل اللي هو الحجم المستطيل، او تالت حاجه اللي هي الفول سكرين. واخر حاجه موجوده في الاعدادات هي ان احنا نتحكم ازاي الصوره هتبقى سيفد او محفوظه على التليفون بوضعها الطبيعي ولا مقلوبه 180 درجه. فاضل حاجه واحده بس ما اتكلمناش عنها، وهي علامه التروس الموجوده تحت على اليمين. لو دوسنا عليها هنلاقي ان في 4 اوضاع مختلفه للتصوير. اول حاجه فيهم هو الوضع العادي او الوضع النورمال اللي احنا لسه كنا شارحينه دلوقتي في الفيديو. تاني حاجه هي حاجه اسمها فاريس فلترز، وفاريس فلترز دي عباره عن مجموعه من الفلاتر الموجوده على التليفون، كل فلتر ليه الوان وافكتات معينه بتتيح لنا ان احنا نصور بيها الصوره، ودي طبعا حاجه كويسه جدا. اما تاني حاجه هي الباترنز، او ان هي بتضيف اشكال معينه على الصوره بتاعه التليفون، فبعد ما بنصورها بيبقى الشكل ده موجود عليها. وفي مجموعه اشكال مختلفه شكلها حلو جدا، زائد ان احنا كمان ممكن نضيف الوقت والتاريخ او درجه الحراره. طيب غير الفاريس فلترز في حاجه ثالثه موجوده وهي الجي اي اف، ودي بتتيح لنا ان احنا نصور بالكاميرا الاماميه جي اي اف او صوره متحركه، وهنا ليها نوعين، نوع البوزيتيف او العادي والنوع الريفرس او المقلوب. رابع حاجه موجوده هي الدبل اكسبوجر، ودبل اكسبوجر ده بيتيح لنا ان احنا نصور صورتين مختلفين وندخلهم في بعض، فبتدينا في الاخر افكت شكله حلو جدا. الوضع اللي جاي الموجود معانا هو وضع البيوتي مود، وده زي ما احنا عارفين ان هو بيشيل الرتوش او الحبوب الموجوده في الوش عن طريق ان احنا نتحكم هل هو على 1 ودي اقل حاجه ليه، او على 7 ودي اعلى حاجه فيه. فزي ما احنا شايفين بيخلي شكل البشره في الوش سموث او ناعم. بعد كده بنلاقي في وضع تاني اسمه البانوراما. طبعا زي ما احنا عارفين وضع البانوراما ده اللي هو بيخلينا ان احنا نصور لو الصوره عريضه اكبر من الحيز بتاع التليفون، بيتيح لنا ان احنا عن طريق ان احنا نصور زي ما احنا شايفين، بيدخل 3 صور في بعض عن طريق ان احنا بنحرك التليفون يمين وشمال، ففي النهايه بيطلع لنا صوره عريضه اعرض من الحيز اللي كان ممكن التليفون ياخده. دي بتكون مفيده لو احنا عايزين نتصور حاجه زي جروب سيلفي او سيلفي في عدد كبير من اصحابنا. ده كان استعراض للكاميرا الاماميه لتليفون اوبو اف 1 اس. لو عايزين تشوفوا تقييمات ومقالات تانية تابعونا على موقعنا ريفيوزات.com، وتابعونا على فيسبوك وتويتر وانستجرام ريفيوزات. كان معاكم احمد مغازي، سلام.